هو احنا ليه بنحب نشم ريحة البنزين والفلوس والحاجات الغريبة دي؟ منطقيا نحب ريحة الورد، البرفان، الأكل يا عم. انما ريحه البنزين والكوريكتور مش غريبه شويه؟ المخ فيه زي بوابات بتحب المواد الدهنيه، والبنزين فيه مركب اسمه التولوين من الحاجات الدهنيه دي. اهي الماده دي بتعدي البوابات في ثواني وبتعمل زي تخدير لحظي، فمخك بعدها بيبتدي يفرز الدوبامين، فبالتالي مخك بيحب يشم الريحه دي على طول. واللي اكد الكلام اللي انا بقوله ده ابحاث في علم الاعصاب بتقول انك لما تشم حاجه وتفرز الدوبامين جسمك بيحب يشمها على طول رغم خطورتها. اما ريحه الفلوس فالموضوع مختلف خالص. العلم بيقول ان حاسه الشم هنا مرتبطه بمركز الذاكره والعاطف في المخ. احنا مش بنحب ريحه الفلوس، احنا بنحب الاحساس اللي جاي من ورا الريحه، لان عقلك هنا ربط من وانت صغير ان الريحه دي وراها مكافاه خروجه. دراسات من جامعه روكفلر بتقول ان احنا بنفتكر 35% من الروائح اللي بنشمها مقارنه ب 5% من الحاجات اللي بنشوفها. عشان كده ريحه الفلوس او الكتب القديمه بتفضل محفوره في دماغنا. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر ريحه بتحبها ومكسوف تقول للناس عليها، وما تنساش تعمل لي فولو ولايك. استنى الفيديو الجاي. سلام.